السلام عليكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نهضروا على افضل طريقة باش تدخل مجال الاي كوميرس، تولي عندك متجر الكتروني باقل تكلفة ممكنة. وهذا المتجر الالكتروني يكون يعني بلا ما تعب روحك في البرمجة ولا تجيب مبرمج تخلص عليه 2 ملايين ولا 3 ولا حتى 10 ملايين. كاين ناس يطلبوا اكتر. بلا ما تعب روحك في البداية في التسويق على جال. في هذا الفيديو راح نعطيكم طريقة باش تخدم متجر ويزيد يعطي لك تسويق مجاني في البداية، وسحب عن طريق بريدي موب، يعني تسحب دراهمك عن طريق بريدي موب تلحقك حتى لعندك. وزيد إضافة عنوان شحن للناس اللي عندها شحن عبر الولايات، تغيير تصميم المتجر، تغيير لون المتجر، إحصائيات كاملة، إضافة منتجات بشكل احترافي. وزيد أنت كتاجر راح تزيد الأرباح تاعك على جال الناس كي يشوفوا عندك متجر احترافي وفيه منتجات والبيع فيه وموثق وكل شيء. الناس راح تزيد عندها الثقة فيك، وكل ما زادت الثقة فيك كل ما زادت الأرباح عندك، يعني تكون عندك حاجة احترافية. كيفاش نخدموا متجر إلكتروني بأقل تكلفة واللي هي 200 ألف بر؟ كملوا معايا الفيديو. اول حاجه تدخل للموقع الالكتروني هذا ria.beo. راح تلقى الموقع هذا في الوصف، ولا نحطه لك في اول تعليق مثبت ولا في الوصف. هذا الموقع عنده بزاف خدمات، ولكن حنا راح نركزوا على خدمه انشاء متاجر. اول حاجه غير كيما تدخل لهذا الموقع ندخلوا خفيف. تدير تسجيل دخول ولا انشاء حساب كيما تحب. تبغي تسجل من خلال ديسكورد ولا جوجل؟ انا راح نسجل من خلال جوجل. اذا دخلنا لهذا الموقع يعني ما راح يعني ما تبان لي صورة هنا على جال كونت جوجل، ما في حتى تصوير لا والو. ولكن هذا هو الموقع. ادخل لهنا، ادخل على متاجر هنا. تحت الصفحة الرئيسية ادخل هنا على متاجر. ممكن اول مرة كي تدخل الموقع راح تحتاج شوية فترة طويلة باش تتشارج هذه الصفحة، ولكن ما كاش مشكلة. يبان لك هذه الصفحة فيها منتجات ومش عارف شا، هذه المنتجات تاع الناس اللي منزلين على المتاجر تاعهم. تضغط هنا على شراء متجر باش تشري المتجر الالكتروني تاعك. هنا يبان لك طرق الدفع. هنا الدفع عن طريق رصيد رياه، هنا مع البنات فيها هنا 50. هذه بوابة الدفع فانيك ما عندناش علاقة بها. اللي عندنا علاقة بها إما بطاقة ذهبية أو سي بي أو بريدي موب. يعني أنا ننصحكم بالبطاقة الذهبية أو سي بي لأنه تسهل عليكم بزاف 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 أمور وبزاف تعقيدات. أو إذا ضغطت على بريدي موب راح يوجهك للصفحة تاع الفيسبوك تاعهم وتتواصل معاهم وتتفاعلهم ويخدموا لك ويعلموا كيفاش تخدم المتجر الالكتروني تاعك. ولكن احسن حاجه باش تسهل على روحك بزاف تعقيدات وبزاف تاخير، ننصحك تخير الدفع عن طريق البطاقه الذهبيه او سي بي 2000 دينار. هنا تكتب الايميل تاعك. راح نكتب هنا الايميل تاعي. هنا رقم بريدي موب تاعك، اذا كان عندك رقم بريدي موب اكتبه، اذا ما عندكش اكتب اي رقم وخلاص. مرة هنا تضغط على باي. يقول لك سوف يتم تحويلك لصفحة الدفع، عليك الدفع بعد انتظر قليلا حتى يتأكد من عملية الدفع. يديك لهذه الصفحة. تحط البريد الإلكتروني نفسه اللي حطيته من قبل، نفسه. تحط الاسم. تحط رقم الهاتف. تحط البطاقة، طريقة الدفع إما البطاقة الذهبية ولا سي بي. وبعدها نقولوا مبروك عليك المتجر. نكمل المعلومات، نكتب المعلومات تاعي وندفع ونرجع لك. بعد ما دفعت خلاص تصبر واحد 5 دقائق حتى نص ساعة تقريبا باش يوافقوا على المتجر تاعك ويتحققوا برقم المعلومات تاعك ومعلومات الدفع تاعك. هذا ما كان. موراها تعاود ترجع لهذه الصفحة تاع متاجر وتروح على إنشاء متجر. روح هنا على إنشاء متجر، وهنا يقولك قم بإنشاء متجرك بطريقة بسيطة. هنا نكتبوا اسم المتجر، مثلا أي اسم، جوجو مثلا، اسمه جوجو. البريد الإلكتروني نحطه نفس البريد الإلكتروني ولا أي بريد إلكتروني تحبه. اللوجو تاع المتجر يعني التصويرة تاع المتجر، رابط التصويرة تاع المتجر. تروح لهذا برك هذا الموقع، تحط التصويرة هذه. مثلا أنا راح نحط هذه التصويرة وانسخ هذا الرابط الثاني هنا وحطه هنا. سهلة مهلة. البانر تاع المتجر يعني الخلفية تاع المتجر كيف راح تكون. عاود اروح لهذا الموقع ونخير مثلا هذه الخلفية
نكوبي برك هذا، والكلمة المرور تاع المتجر اكتب مثلا اي كلمة مرور. مثلا ندير كلمة المرور تاعي هي نفسها الايميل تاع المتجر، ندير اي كلمة مرور. الوصف المتجر مثلا توصيل في جميع الولايات، ولا انت اوصف المتجر تاعك، وهذا الوصف راح يبان الكامل الناس. موراها دير اصنع المتجر. هنا خلاص تم انشاء المتجر تاعنا بنجاح. تروح على متجري، وهنا يدخلك على المتجر تاعك. هنا تقدر تعدل الخلفية، تعديل اللون، يعني اللون تاع زر متابعة، تغير يعني تغير الالوان تاع المتجر. هذه ما يهمناش، نخلوها لمقطع اخر. هنا إدارة المنتجات، إدارة المتجر وأرباح المتجر. هنا تبان لك جميع المنتجات تاعك هنا، ومبروك عليك 200 ألف برك ولا عندك متجر إلكتروني. درو كيفاش تحط منتجات عليه. تروح إدارة المتجر، هنا تقدر دير مانج برودكت، يعني باش تشوف الطلبات تاعك. يعني أنا مازال ما عنديش طلبات. ندير اد برودكت، تحط هنا اسم المنتج، رابط صورة المنتج. مثلا نحطو يعني مثال، مثلا نحط هذه الصورة، ننسخها هنا، نحط رابط الصورة تاع المنتج. مثلا هنا نكتب كلمة نتفليكس، ولا مثلا نكتب هنا كلمة بي سي، يعني بي سي بمواصفات محددة، ولا اي حاجة، يعني منتج الكتروني، منتج رقمي، منتج فعلي، اي حاجة. تقدر تبيع البي سي، تقدر تبيع اي حاجة تخطر على بالك. هنا طريقة الدفع. من ناحية طريقة الدفع عندك بس طريقة دفع عن طريق رياض. دروك باش تفعل الدفع عن طريق بريدي موب ولا طرق الدفع أخرى. كيفاش تفعل دروك الربح عن طريق بريدي موب وطرق الدفع الأخرى؟ تروح على أرباح المتجر. هنا يوري لك الأرباح تاعك. هنا يوري شحال الناس راهم مقيمينك نجوم، شحال البلاغات تاع، شحال المنتجات، شحال البلاغات، شحال الأرباح. دير هنا verify now. تحط هنا الرابط تاع التصويرة تاع البطاقة تاعك من الجهة الأمامية والجهة ومن اللور، يعني من اللور ومن القدام. مثال أنا نحط هذه البطاقة مثال فقط، يعني نديرو توفيق وننتظروا يتوفق الكونت تاعنا. ننتظروا كي يتوفق الكونت تاعنا راح نرجع لكم. بلا ما راهو يتفعل الكونت تاعنا راح نوريكم المتجر تاعنا كيفاش يبان عند كامل الناس. تعاود ترجع لهذه الصفحة تاع الشوبس، تدخل على متاجر، ونحوسوا على الاسم تاع المتجر تاعنا. لقينا المتجر تاعنا هنا، دير فيو شوب، وهذا هو المتجر تاعنا. وهذا الرابط تنسخه وتعطيه لأي واحد راهو حاب يشري من المتجر تاعك. واحد يقدر يدير لك متابعة، يعني يتابع المتجر تاعك. يقدروا يديروا مشاركة، نسخ الرابط. يقدروا يقدموا بلاغة عليك، يعني في حال ما صارت اي حاجة لا قدر الله. يقدروا حتى يقيموك بنجومة، من نجمة حتى ل5 نجومة. ومن بعد يعني في المقطع القادم ان شاء الله راح نشرح لكم طريقة تغيير الالوان، طريقة تغيير التصميم، كيفاش تبدل بزاف صوالح في المتجر. ولكن هنا نهضروا فقط في الاساسيات. من بعد راح نهضروا على الاشياء الاضافيه اللي تقدر تزيدها ولا تنقصها ولا تغيرها في المتجر تاعك. اذا هنا عندكم دعم فني، يعني يقدر يجاوب على كامل الاسئله تاعكم في حال ما واجهتكم اي مشكله ولا استفسار ولا كاش حاجه. كاين دعم فني هنا يرد على جميع الاسئله تاعكم. هنا تم تفعيل المتجر تاعنا بنجاح. دروك واش نديرو؟ نعاودو نرجعو لهذه الصفحه. دروك تبان لك هنا الدفع بريدي موب. هنا تحط رقم بريدي موب تاعك اللي راح توصلك عليه الارباح تاع المنتجات تاعك اللي راح تبيعهم في المتجر الالكتروني تاعك. فانا راح نحط مثلا رقم بريدي موب، اي رقم وخلاص، على جراني نجرب معاكم. تغيير، نحط هذا تم اضافة الرقم بنجاح. ندخلوا على إدارة المنتجات، نديروا اد برودكت، إضافة منتج. وهنا تبان لك طريقة دفع عن طريق بريدي موب. تحط أنا بريدي موب.
هنا يبانوا لك طرق الدفع وقت اخرين كيما يو اس دي تي، بيتكوين، يو ايبيريوم، بي ام بي والاخرين. هنا اذا انت عندك توصيل، يعني توصل منتجات يعني حتى باب الدار، تقدر تدير اضافة عنوان عند الشراء. اذا انت تبيع الكترونيا برك يعني بلا ما تفعل هذه الميزة، تحط هنا اسم المنتج، رابط صورة مصغرة، المنتج، سعر المنتج، ووصف المنتج، وراح نديرو تجربة بسيطة فقط. مثلا هنا نحطو هاد، مثلا هذا نحطه كمنتج تجربة فقط، يعني نحطه هنا اي حاجة. سعر المنتج هنا نكتبوه بالدينار الجزائري، مثلا 2000 ولا 2300 دينار جزائري. وصف المنتج اكتب اي حاجة، مثلا انا نديرو فقط في تجربة اضافة. وهنا المنتج راهو ينضاف ويبقى قيد المراجعة. المراجعة تبقى من 10 دقائق الى نص ساعة على حسب، ومراها راح ينضاف المنتج عندك. اذا واحد شرا ولا طلب اي طلب من عندك، راح يبان لك هنا الادرس تاعو، شحال دفع، طريقة الدفع، اليوزر تاعو، بزاف امور. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. في الفيديو القادم ان شاء الله راح نوري لكم طريقة كيف تغير اللون، تغير التصميم، تبدل بزاف امور في المتجر وبزاف اضافات اخرى. انا شرحت لكم فقط طريقة انشاء المتجر وشوية اضافات، وطريقة التفعيل، وطريقة اضافة منتج. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.